بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، وأخيرا بعد انتظار مدة طويلة وصلنا الأسبوع الرابع من أحد أحبابنا على القناة، ونشكره جدا جدا جدا. ومعانا التقييم والمجموعة الأولى. نص نثري: دخل ضمر التميمي على ملك الحيرة النعمان بن المنذر، وكان قد وعد له ب100 من الإبل بعد أن لم يستطع القبض عليه، ما قدرش يقبض عليه، الإيد اللي ما تقدرش تعضها بوسها، فقرر يديله مكافأة 100 من الإبل. فراح له لغاية عنده، وكان يغير على إبله، يعني كان دايما يهجم على الجمال بتاعته عشان طبعا يتجنب ده، فقرر إن هو يديله مكافأة عشان يمنع إن هو يهجم على إبله. فلما رآه الملك، لما دخل على الملك وشاف منظره، اقتحمته عينه واحتقره، احتقر، يعني هو ده اللي يعني انا مش قادر اقبض عليه، هو ده اللي عامل لي المشاكل دي كلها. وقال: تسمع بالمعيدي خير من ان تراه. يا سلام، ده اللي بتسمعه عن الانسان احسن من اللي بتشوفه، يا ريتني ما شفتك، يعني كنت بعظمك قبل ما اشوفك. فرد عليه ضمرة قائلا، وضمرة ده ما كانش انسان عادي، ده كان انسان حكيم: ايها الملك، ان الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان. امال ايه بقى اللي هو يقيم الرجال؟ وليست بمسوك يستقى بها الماء، وانما المرء بايه؟ باصغريه. الانسان قيمته باصغر حاجتين عنده: قلبه ولسانه. هو قلبك حلو مع الناس هتلاقي الناس تحبك، لسانك حلو مع الناس برضه هتلاقي الناس تحبك. إن قال ببيان، يعني ببلاغة، وإن صال بجنان، يعني بعقل. لما يهجم على الأعداء شجاعته تبقى بعقل مش بحمق. وفي مثل ذلك قيل: ترى الرجل النحيف فتزدريه، لما تشوف إنسان نحيف ممكن تحتقره. وفي أسوابه، لكن جواه بقى أسد هصور، يعني شجاع. ويعجبك الطرير، يعني جميل الوجه، إذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير، لكن لما تتعامل معاه تلاقيه يخلف ظنك، مش هو الجميل ده اللي انت كنت تعتقده. اولا مفرد كلمة القفزان، طبعا مفردها القفيز. القفيز. المحسن في قوله إن قال ببيان، وإن صال بجنان. هل طبعا ده نسر، والحرف الأخير هنا متشابه، يبقى ده طبعا سجع، وفي نفس الوقت الجملتين قد بعض، يبقى ده ازدواج، يبقى بينهما سجع وازدواج. ننتقل للسؤال التالي. بيقول لي بين قيمة أفدتها من النص السابق. طبعا اللي استفدناه إن قيمة الإنسان بأصغر أشياء عنده لي قلبه ولسانه. يبقى هنا أن قيمة الإنسان بأصغريه، يعني أصغر عدوان عنده، قلبه ولسانه. اقتحمته عينه واحتقره. طبعا دي هنلاقيها انها جواب للشرط، فبنقول ان لم يستطع فقال: تسمع بالمعيدي خير من تراه. وكان يغير على ابله فلما رآه الملك، ادي شرط اهو. كانت النتيجه ايه؟ اقتحمته عينه، ده جواب شرط، وجواب الشرط على طول يكون نتيجه لما قبله. نتيجه. إن قال ببيان، وإن صال بجنان، يعني بعقل. فهنا إيه الصفتين؟ البيان هنا البلاغة، دي أول صفة، البلاغة. وبالصفة الثانية لما يصول، يعني يهجم على الأعداء، يهجم مع، يبقى هنا الشجاعة. يبقى عندنا صفتين. سبب اقتران جواب الشرط بالفاء: إذا كنت ذا رأي فكن. كن هنا أمر، يبقى إنها جملة فعلية طلبية. جملة فعلية طلبية. جواب الشرط جملة فعلية طلبية. إن ترد حسن السيرة فسبيلك، بدأ باسم هنا هتعرف مبتدأ، يبقى هنا طبعا السبب إنها جملة اسمية. متى تدعو قوتك إلى ظلم الخلق فلا تنسى. هنا نهي أهو، يبقى برضه جملة فعلية طلبية. جملة فعلية طلبية.
من يثق بربه فلا شيء، لا شيء دي لا شيء يديره، لا نافية، وشيء دي هيبقى هناخدها إن شاء الله نسميها لا النافية للجنس، دي هناخدها في الترم الثاني، فهنا هيبقى جملة اسمية. خلي بالنا دي مش لا ناهية، دي لا نافية، لو كانت لا ناهية كنت أعتبرها طلبية. بعد كده مقولة العنترة، بيسألوه أأنت أشجع العرب وأشدها؟ قال لا. قال لهم لا، مش أنا أشجع العرب. فبماذا شاع لك هذا في الناس؟ طب ليه الناس بيقولوا عليك كده؟ فقال كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما، أهجم على الأعداء في وقت يكون الإقدام عزم عزيمة. طب وأحجم يعني أتراجع إذا رأيت الإحجام حزما، ولا أدخل موضعا لا أرى منه مخرجا، يعني بيستخدم عقله وحكمته، هي دي سبب شجاعته وقوته. وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع، أشوف الجبان أضربه الشجاع يخاف مني، فساعتها أنسني عليه فأقتله. إذا مفهوم يعني الحقيقي للشجاعة اللي هي القائمة، الشجاعة القائمة على الحكمة والعقل. الشجاعة القائمة على الحكمة لا على الحمق والتهور. في فرق طبعا بين الشجاعة وبين يعني التهور والحمق. علاقة قوله يطير لها قلب الشجاع. طيب بيقول وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة، تكون النتيجة يطير لها قلب الشجاع، يبقى نتيجة لما قبلها. فكر في العواقب والنهايات قبل الشروح والبدايات. ايه الجزء من النص اللي بيقول كده؟ كان عنترة بيقول لا أدخل موضعا لا أرى منه مخرجا، ولا أدخل موضعا لا أرى منه مخرجا. استخرج من الفقرة سجعا وبين أثره. طيب لو مشينا مع الفقرة هنلاقي مثلا كلمة عزما وكلمة حزما، يبقى ناخد عزما تانية حزما اهو، اتفاق الفواصل ده سجع. طبعا ايه اثره السجع ده؟ يعطي جرسا، ما نقولش جرسا، لا جرسا موسيقيا يطرب الأذن ويجذب الانتباه. ننتقل للسؤال التالي. سبب اقتران جواب الشرط وأسئلة النحو طبعا من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يبقى هنا سبقت بقد. هي جملة فعلية سبقت بقد. من يطع والديه فعسى، طبعا جملة فعلية، جملة فعلية فعلها جامد اللي هو عسى. إن تحسن التوكل فسوف تجني، يبقى هنا سبقت بالتسويف. بالتسويف جملة فعلية سبقت بالتسويف. من يتكاسل في عمله فبئس، طبعا هنا فعلية فعلها جامد، فعلها جامد. متى عاملت كل إنسان بإساءته تجمعت فيك كل المساوئ. ابسط ده في سطر واحد هذه المقولة. متى عاملت كل إنسان بإساءته تجمعت فيك كل المساوئ، يعني أنت لو كل إنسان فيه سيئة وعملت بالسيئة بتاعته أنت هتجمع كده كل السيئات بتاعتهم. يبقى شرح الجزء ده إذا عاملت كل إنسان بسيئته فقد جمعت كل هذه السيئات في نفسك طبعا. طيب النشاط اللي بعد كده نص نثري متحرر. وامنعوا القريب من ظلم الغريب، إياك تخلي قريبك يظلم الغرباء.
فإنك تزل على قريبك ولا يحل بك ذل غريبك. إياك تذل الغريب أبدا. إذا تنازعتم في الدماء فلا يكن حقكم للقاء، فرب رجل خير من ألف وود خير من خلف. وإذا حدثتم فاعوا يعني افهموا. طب وإذا حدثتم فأوجزوا يعني اختصروا، فإن مع الإكثار يكون الإهزار. الإنسان لو كتر في الكلام يقع في الأخطاء. وموت عاجل خير من ضمع آجل. اعلموا أن أشجع القوم العطوف، وخير الموت تحت ظلال السيوف، ولا خير في من لا روية له عند الغضب. يعني الإنسان لما يموت يموت شجاع أحسن من يعيش ذليل، وإن الإنسان أفضل حاجة إنه يتروى عند الغضب. من كثر كلامه كثر سقطه. هات من الوصية ما يؤكد ذلك، اللي هي إذا حدثتم فأوجزوا، فإن مع الإكثار يكون الهزار. أو إذا حدثتم فأوجزوا، فإن مع الإكثار يكون الإهزار. استخرج من الوصية سجعا وبين أثره. لو مشينا مع العبارة هنلاقي مثلا كلمة قريبك وغريبك، اتفاق الفواصل اهو، قريبك وغريبك دول سجع. طبعا سر جماله يعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن ويجذب الانتباه. يقول المثل: أول الشجر النواة. توقع مضرب هذا المثل في حياتنا. أول الشجر النواة يبقى عند عدم استصغار البدايات. بدايات الأمور ما نستصغرهاش ما نحتقرهاش، ونقول دايما هذه الجملة: أول الشجر النواة. ندخل على سؤال النحو بقى وسبب اقتران فاء الجزاء. من كان للخير مناعا فليس، ليس يبقى جملة فعلية فعلها جامد. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، أمر هنا يبقى هنا جملة فعلية طلبية، فعلها طلبي. من يتقيه الناس لسوء فحشه فهو جملة اسمية. إن يكن الله معك فمن ذا، من ذا سيكون عليك. طبعا هنا جملة يعتبر سؤال، والسؤال ده طبعا يعتبر جملة فعلية طلبية، رغم ان خلي بالنا ان من هنا هتعرب مبتدأ. يعني نقول جملة اسمية؟ لا، علشان هي سؤال فهنقول طلبية. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. ابسط إن السفيه لما يكلمني بقبح المفروض إن أنا أسكت ولا أرد عليه. يبقى إذا خاطبك الأحمق بكلام سفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. مرة تانية: إذا خاطبك الأحمق بكلام سفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. المجموعة الثالثة: قال عامر ابن الضرب لقومه: يا معشر عدوان لا تشمتوا بالذلة ولا تفرحوا بالعزة، فكل عيش يعيش الفقير مع الغني، ومن يرى يوما يرى به. يعني الإنسان اللي يعمل حاجة هتتعمل فيه الحاجة دي كما تدين تدان. وأعدوا لكل أمر جوابه، إن مع السفاهة الإنسان السفيه هيندم، والعقوبة نكال وفيها الذمامة، ولليد العليا العاقبة. إذا شئت وجدت مثلك، إن عليك كما أن لك، وللكثرة الرعب وللصبر الغلبة، ومن طلب شيئا وجده، وإن لم يجده أوشك أن يقع قريبا منه. إيه الصفة اللي بتؤدي إلى الندم؟ طبعا لو بصينا هنا هنلاقي مع السفاهة الندم، يبقى السفاهة.
طب بيقول لي وبين كيف نتجنبها، يبقى البعد عن الأفعال الحمقاء والتافهة. طيب قال الموصي وإذا شئت وجدت مثلك إن عليك كما أن لك المحسن. هنلاقي طبعا تشابه الحرف الأخير هنا، يبقى ده طبعا إيه؟ سجع، لأن ده نسر. سر جماله طبعا يعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن ويجذب الانتباه. نوع النسر اللي بينتمي إليه هذه المقولة مصارع الرجال تحت بروق الطمع. طبعا نوع النسر هنا حكمة. خصيصة من خصائص النسر في العصر الجاهلي طبعا سهولة الألفاظ، وضوح المعاني، فصاحة التراكيب. فعايز هو خاصية واحدة. سبب اقتران جواب الشرط من يهن الله فما له من مكرم. خلي بالنا ان ما دي نافية، له ده خبر مقدم، مكرم ما له من مكرم. مكرم هنا هتعتبر هي المبتدأ المؤخر، ما له من مكرم. طيب هنا يبقى ما له السبب ان هو جملة اسمية. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. من استعان بغير الله فإن ناصره، إن تدخل على الجملة الاسمية أيضا، فهنا أيضا جملة اسمية. طيب إذا أردت أن تطاع فمر بالمستطاع. تمام؟ طبعا هنا مر أمر، هنا يبقى دي جملة طلبية لأنها أمر. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لو بصينا للجملة دي فيها شغل شوية. إن كان خيرا فخير، وخير دي خبر لمبتدأ محذوف، إذا أيضا هنا جملة اسمية. جملة اسمية. قال الشاعر وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. ابسط في صدر واحد طالما أن الموت مقدر فالأفضل أن يموت الإنسان شجاعا على أن يعيش جبانا. مرة ثانية، طالما أن الموت مقدر فالأفضل أن يموت الإنسان شجاعا على أن يعيش جبانا. كده أحبابي نكون انتهينا من التقييمات الثلاثة. يتبقى فقط معنا الأداء الصفي والأداء المنزلي. عايزين بس دعم للقناة، لايك وشير. عايزين نشير الفيديو ده يوصل لمصر كلها. ما توقفش الخير عندك، عايزين الكل يستفيد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، وما زلنا مع الأسبوع الرابع، وكنا قدمنا لكم التقييمات الثلاثة. كان متبقي معنا الأداء الصفي والأداء المنزلي. الآن مع الأداء الصفي والأداء المنزلي. مديني في الأداء الصفي نص نثري بيقول لي أكرم صغارهم كما تكرم كبارهم. يعني اكرم الصغيرين زي ما بتكرم الكبار. ليه؟ يكرمك الكبار لما تكرمهم. طب والصغار يكبروا على مودتك. واسمح بمالك، خليك كريم. احمي حريمك يعني نسائك. أعزز جارك. أعن من استعان بك. أكرم ضيفك. أسرع النهضة في الصريخ، يعني أنجد من استنجد بك. فإن لك أجلا لا يعدوك. ليك عمر مش هينتهي إلا لما يجي وقته. صن وجهك عن مسألة أحد شيئا. حافظ على كرامتك واوعى تطلب حاجة من حد، فبذلك يتم سؤددك، يعني تتم سيادتك وتصبح سيد على قومك. هات من النص ما يدل على الشهامة والمروءة. ايه الشهامة والمروءة هنا؟ يكبر على مودتك صغرهم؟ طبعا لا. إن لك أجلا لا يعدوك؟ طبعا لا. صن وجهك، أهو حافظ على كرامتك هنا، فطبعا دي شهامة ومروءة؟ لا ده كرم.
أسرع النهضة في الصريخ هي دي، إنك تساعد الآخرين لما يحتاجوا لنجدتك، دي الشهامة ودي المروءة. يبقى أسرع النهضة في الصريخ. أما صون وجهك دي كرامة وليست شهامة ومروءة، فبذلك يتم سؤددك. بيقول له صون وجهك تكون النتيجة يتم سؤددك، يبقى العلاقة طبعا هنا نتيجة. هات من النص ما يتوافق مع قول الإمام علي رضي الله عنه: يقول الناس لي في الكذب عار، فقلت العار في ذل السؤال. فين بقى اللي بيقول له ما تسألش؟ أهي صن وجهك عن مسألة أحد شيئا. صن وجهك عن مسألة أحد شيئا. طيب بيقول لي من خلال الفقرة دي كيف تعامل زملائك الأصغر منك سنا في المدرسة. هو هنا بيقول له إيه؟ أكرم صغرهم، يبقى أكرمهم وأحسن إليهم حتى يكبرون، أو حتى يكبروا، لأنه منصوب طبعا، حتى يكبروا على مودتي. أحسن إليهم طبعا، أكرمهم وأحسن إليهم وأعنهم إذا احتاجوا أيضا إيه؟ المساعدة. استخرج من الفقرة سجعا وبين أثره، طبعا اللي هو اتفاق الفواصل. أكرم صغرهم كما تكرم كبارهم يكرمك كبارهم، يكبر على مودتك صغارهم، كل ده. وبكمان اسمح بمالك احمي حريمك. يبقى لو خدنا دي مثلا مالك وحريمك اهو، بمالك وحريمك اللي هو اتفاق الفواصل. طبعا ايه سر جماله؟ طبعا سر جماله ايه؟ يعطي جرسا موسيقيا، يعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن ويجذب الانتباه. ايه المثل اللي ممكن تضربه لما تشوف طلاب بيصغوا باهتمام لشرح معلمهم؟ ممكن اقول له مثلا ايه؟ خير الكلام ما قل ودل. ممكن اقول له اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. طيب قراءة متحررة. بيقول لي تقديم المساعدة لمن افتقر، تقدم مساعدة للفقراء، والعون لمن عجز، نساعد العجزة، والنصح لمن ذهل. من شيم المروءة التي تشي بجمال الخلق، يعني تظهر جمالك، وحسن المحتدي يعني الأصل، وهي من الصفات الأصيلة عند العرب، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الإيثار وتفضيل الآخرين، مساعدة الآخرين. حيث أسر يعني قرئ عن الإمام علي رضي الله عنه قوله إيه؟ إن أخاك الحق من كان معك، وإيه كمان؟ ولدرجة إنه يضر نفسه لينفعك، فده الإيثار بقى للآخرين. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. إذا النجدة والمروءة صفة من صفات الأنبياء. زي نبي الله موسى، كلنا عارفين القصة طبعا، لما هرب من بطش فرعون وأصابوا الإعياء والتعب، وجد امرأتين بينظروا منتظرين لما الرجال يسقوا الأول، لأن هم معهمش رجال عشان يذهبوا لسقي الأغنام في البئر. فلما عرف حاجتهما لم ينتظر حتى يطلبها، ما استناش لما هم اللي يطلبوا، هو اللي تقدم وسقى لهما. وبعدين تولى يعني جلس في الظل وما طلبش منهم أجر، ده بقى الإيثار بقى، مع إنه في أمس الحاجة للمكسب، فهو طريد وشريد فقير، لكن ربنا عوضه، آواه ونصره وجبر خاطره. والشاعر بيقول لنا لا يذهب الخير سدى، يعني بدون فائدة. من يعن يوما يعن، لما انت هتعين حد هيجي اليوم اللي تلاقي حد يعينك. إذا الأسئلة بقى، بيقول لي من خلال الفقرة دي معنى كلمة المحتدي، طبعا لسه قايلينها اللي هي الأصل. الخلق اللي بيدعو ليه الإمام علي رضي الله عنه لسه قايلين اللي هو الإيثار. ما معنى الإيثار؟ تفضيل ومحبة الآخرين، ومضادها الأثرة يعني الأنانية وحب النفس.
إذا أهم سمة تعينك على تمييز الخبيث من الطيب هي إيه؟ الإيثار، يعني تفضيل الآخرين. حب وتفضيل الآخرين هي اللي بيعينك على إنك تميز الخبيث من الطيب من البشر. طيب، أسلوب شرط واجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء. يقول لي طلع من الفقرة أسلوب شرط واجعله مقترنا بالفاء. أي ممكن ناخد ده، من يعن يوما يعن، أهو أسلوب الشرط. طيب أنا لما أجعله مقترن بالفاء هقول كده، من يعن يوما فسوف، وطالما حطيت سوف هخلي الفعل مرفوع، يبقى مش هيبقى يعن بقى، يعان، لأنه كده أصبح الفعل إيه؟ مرفوع، ما بقاش مجزوم. طيب إيه سبب اقتران الفاء؟ إن أنا حطيت له تسويف لأنه جملة فعلية. عايز مضارعين معربين بس بعلامات فرعية، طبعا ضمة فتحة سكون دي أصلية، أي حاجة غير كده هتبقى علامات فرعية. طيب إمتى يكون علامات فرعية؟ لو كان مثلا من الأفعال الخمسة، عايز واحد منصوب وواحد مرفوع من القطع. فأنا لو خدت مثلا أهي تنتظران، أهو ده مرفوع بثبوت النون. طب حتى تسقية ده منصوب أهو بحذف النون، يبقى تنتظران وتسقية. يبقى المنصوب تسقية، منصوب بحذف النون. طب المرفوع تنتظران، مرفوع بثبوت النون لأنهم من الأفعال الخمسة. كده أحبابي خلصنا من الأداء الصفي، تعالوا ننتقل للأداء المنزلي. العقل بالتجارب، والصاحب مناسب، والغريب من لم يكن له حبيب، رب بعيد أقرب من قريب، خير إخوانك من لم تخبره بحالك، بل قرأ ما في عينيك فهو اللي وساك، يعني يعرف حالك من غير ما انت تقول له ويبتدي يواسيك، يعني يصبرك. الأخ مرآة أخيه، إذا عز أخوك فهن، يعني لو أخوك لقيته اتعصب شوية لا أنت لازم تسامح بقى وتراعي شعوره، ده معنى الجملة. مكره أخوك لا بطل، يعني أحيانا في حاجات بنعملها مجبرين عليها. إنك إن فرجت لاقيت فرجا، لو ساعدت الناس هتلاقي اللي يساعدك ويفرج كربتك. أحسن يحسن إليك، ارحم ترحم، كما تدين تدان. من يرى يوما يرى به، اللي هي طبعا ايه، اللي يعني يشوف يعمل في الناس شيء سيء هيشوف شيء سيء زيه. في كل خبرة عبرة، من مأمنه يؤتى الحذر، يعني من الحاجة اللي انت مآمن فيها لازم تكون حذر، من مأمنه يؤتى الحذر. لا يعبد المرء رزقه وإن حرص. العبارة لما تتفق مع مقولة رب أخ لم تلده أمك، اللي هو من ده صاحبك اللي ممكن يبقى أقرب لك من أخوك، يبقى أنه فيهم بقى. هل الغريب من لم يكن له حبيب؟ طبعا لا، رب بعيد أقرب من قريب، يبقى هي دي. ممكن شخص بعيد يعني في مش قريبك لكن يبقى أقرب لك من القريب. النص السابق ما يحمله من سمات فنية أقرب لأدبه، نلاحظ إن هو هنا بيدينا نصايح، يبقى دوت وصايا. كيف تفيد في علاقاتك الاجتماعية من مقولة إذا عز أخوك فهن؟ إن إحنا قلنا لو أخوك اتعصب شوية عليك لا أنت لازم تسامحه وتراعي مشاعره، يبقى التسامح مع الأخ ومراعاة مشاعره. هات من النص ما يتفق مضمونه مع قول الشاعر بيصف إنسان كريم. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، رأى اللي فيا اللي مخفي اللي الناس مش شايفاه. فين الجملة اللي بتقول كده اهي؟ قرأ ما في عينيك فواساك، يبقى قرأ ما في عينيك فواساك. مجبر أخاك لا بطل، معروف إن كل مثل ليه مورد وليه مضرب. إمتى يضرب المثل ده؟ طبعا أهو، لمن فعل شيء وهو مجبر عليه
ولم يختره. عملت حاجة غصب عنك، مش انت اللي اخترتها. استخرج جواب شرط بس يكون مقترن بالفاء واذكر السبب. تعالوا نرجع للعبارة. جواب شرط يكون مقترن بالفاء واذكر السبب. إذا عز أخوك فهن. إذا عز أخوك، طب جواب الشرط إيه؟ أهو فهن. طبعا ده أمر، يبقى السبب إنه جملة فعلية طلبية أو فعلية، جملة فعلية فعلها طلبي أو طلبية. طب عايزين جواب غير مقترن بالفاء، وخليه مقترن بالفاء وغير ما يلزم. نرجع تاني للعبارة. إنك إن أهي إن فرجت لقيت فرجا، أدي أول أسلوب شرط معايا. طب تعال نمشي معاه كمان. من يري يوما يرى به، يبقى ممكن ناخد دي بس تعال نقترنها بالفاء. أهو من يري يوما فسوف، أهو. وطبعا هنا نخلي الفعل مرفوع يرى به لأنه كان مجزوم بحذف حرف العلة. لا، هنا لما حطينا الفاء بقى بيبقى مرفوع وسبقناها التسويف فأصبح كده يرى به. ننتقل لقطعة القراءة المتحررة. بيقول لي سمت جماعة، وسمى هنا يعني هناك جماعة من عرب الجاهلية يعرفون بالصعاليك. من الصعاليك دول اللي هم الفقراء، وكان منهم شعراء وحكماء ومنهم ذو المهارة في النزال يعني القتال، لكن اللي بيجمع بينهم كلهم ان هم ايه؟ فقراء. كل الصعاليك فقراء. حتى سيد الصعاليك عروة بن الورد ده كان سيد الصعاليك، كانوا بيلجأوا اليه لما تقسو عليهم الحياة، كان فقير زيهم. لكن لما كان الفقر يستبد بالصعاليك كان يقاوموا بشراسة بحاجتين. أول حاجة السعي والأمل، زي ما الشاعر بيقول: أعلل النفس بالآمال أقطعها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. طب الثاني بالصبر والقناعة، زي ما بيقول الشاعر: أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكرى صفحا فأزهله وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. إذا السمة اللي بتجمع بين كل الصعاليك لسه قايلين اللي هي طبعا الفقر. كيف تواجه الصعاب والشدائد؟ كما فهمت لسه قايلين اهو نفس الحاجتين: السعي والأمل والصبر والقناعة. السعي والأمل والصبر والقناعة. بعد كده بيقول لي ابحث في شبكة الإنترنت وهات لنا ترجمة يعني سيرة، قصة عن أحد الصعاليك، ولخص ده في سطرين. فاحنا جبنا سيرة هذا الشخص من الصعاليك. الشاعر الجاهلي كان اسمه الشنفري، ده اللقب بتاعه. طب اسمه الحقيقي ايه؟ ثابت بن أوس الأزدي. كان فارسا شجاعا، لكن كان عاش ايه؟ لكن عاش فقيرا بين الجبال. طب ليه عاش فقير؟ لأنه كان طريدا من قومه، كانوا قومه طردينه فعاش فقير. هترك مسافة عليه السبورة للتصوير. وكده أحبابي نقدر نقول إن إحنا انتهينا من الأداء الصفي والمنزلي، وكنا عرضنا سابقا تقييمات الثلاثة، وكده انتهينا من الأسبوع الرابع. ما تنسوش طبعا عايزين نشير الفيديو ده، ما توقفش الخير عندك، عايزين دعم للقناة علشان نستمر معاكم. انتظرونا في القادم، وفقكم الله.